المشاهدون الأفاضل، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وأقدم نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية والمستهل بالعناوين. استشهاد سكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة المناضل الأمين محمد سعيد. إصابة 8 مواطنين بفيروس كورونا اليوم. خدمات مرضية يقدمها مستشفى جدايف العمومي. 20 قتيلا على الأقل في هجوم على كتيبة للدرك في شمال بوركينا فاسو. واشنطن تدافع عن غارة قتل فيها عشرات المدنيين بسوريا. ومصرع شخص وإصابة 2 بعد هزات أرضية جنوب إيران. السلام عليكم ورحمة الله. استشهد يوم أمس 14 من نوفمبر 2021 في المملكة العربية السعودية سكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة المناضل والقائد المثالي الرفيق الأمين محمد سعيد عن عمر بلغ 74 عاما. وقد وافت المني المناضل الأمين محمد سعيد جراء مرض فجائي وتلقيه الرعاية الصحية المكثفة في المستشفى أثناء زيارة للمملكة العربية السعودية لعقد سيمينارات شعبية عن أوضاع البلاد. التحق المناضل الأمين محمد سعيد بالثورة الإريترية في شهر إبريل من عام 1966 من المملكة العربية السعودية، وهو أحد مؤسسي قوات التحرير الشعبية وقائد متفان ومثالي أمضى 55 عاما من عمره البالغ 74 في النضال للاستقلال الوطني وبناء الوطن. وتعرب الحكومة الإريترية والجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة عن بالغ حزنها لاستشهاد القائد المثالي والمناضل الأمين محمد سعيد، وتقدم تعازيها الحارة للشعب الإريتري عامة وأسرته ورفاقه المناضلين. ستقدم المعلومات بشأن مراسم الدفن لاحقا. أعلنت وزارة الصحة إن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم في مراكز العزل والفحص في الإقليمين الأوسط وعنسبة أظهرت إصابة 4 مواطنين بفيروس كورونا. وقد ظهرت 5 من الإصابات في الإقليم الأوسط، 2 في وسط المدينة، و1 في حزحس، و1 في باراديزو، و1 في مركز العزل، و3 إصابات في كرم بإقليم عنسبة. في غضون ذلك شفي مريض 1 من الإقليم الأوسط. بهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 7063، شفي منهم 6883، وتوفي 51 مريضا، فيما لا يزال 149 يتلقون العلاج في المستشفيات. وزارة الصحة 15 من نوفمبر 2021. قال مدير مستشفى جدايف العمومي في الإقليم الأوسط السيد منقس إيساق إن المستشفى يقدم خدمات جيدة بسد احتياجاته من المعدات والكادر الطبي. وأوضح أن المستشفى قد جهز بالمعدات الحديثة لأمراض القلب والسل والعيون والأسنان والإيدز والأمراض الباطنية وغيرها. وذكر أن المستشفى يضم 3 أطباء للأسنان و3 أطباء عموميون وأمراض باطنية و9 ممرضين ومهنيين آخرين، مشيرا إلى زيادة نسبة الولادة في المستشفى ب10% مقارنة مع العام السابق. وأوضح العاملون في المستشفى أن سد النقص أزال المشاكل التي كانوا يعانون منها. وقد بدأ مستشفى جدايف الواقع في جنوب مدينة أسمرة الخدمة عام 1998 بمستوى مركز صحي. عقد فرع الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في جنوب ألمانيا اجتماعه السنوي يوم 13 من نوفمبر في إطار الاجتماعات التي تعقدها الفروع في المقاطعات. وقدم القائم بأعمال السفارة الإريترية في ألمانيا السيد يوهانس والدو في الاجتماع الافتراضي الذي عقد تحت شعار التعبئة كضرورة مرحلية، قدم توضيحا عن الأوضاع في البلاد وتقدم برامج التنمية، داعيا أعضاء الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة لتعزيز المساهمة بتقوية التنظيم للدفع ببرامج التصدي. من جانبه شدد مسؤول الشؤون الشعبية والجاليات السيد كحساي تولده على تقوية الصفوف والوحدة لتنفيذ فاعل للأعمال السياسية والدبلوماسية والتنموية
وغيرها في هذه المرحلة. وقدم رئيس فرع الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في جنوب ألمانيا السيد الأزار خزاه وقنصل إريتريا العام في فرانكفورت السيد كبرى تخسته تفاصيل تقييم المجموعات. كما أوضح مسؤول الدبلوماسية الشعبية والإعلام السيد تخلو لباسي مهام وأهداف الأنشطة العامة والدبلوماسية الشعبية. وأكد المشاركون على المشاركة الواعية لتنفيذ المهام المرحلية وإنجاح برامج التنمية. تحقق مبادرات الزراعة المنزلية في أفعبت نتائج مرضية. وأوضح المناضل المعاق محمد سعيد محمد علي أن الزراعة المنزلية التي بدأها بالخضروات والفواكه يجني منها فوائد كثيرة. وأشار إلى أن التجربة الزراعية لمدة 2 في مشروع القدر الزراعي والتجربة الزراعية في هابرو ساعدت على بدء النشاط الزراعي، ويقوم بزراعة الثوم والفلفل الأخضر والطماطم والبطاطا الحلوة وغيرها من الخضروات والليمون والجواف والنخيل والباباي وغيرها من فواكه. وقال إن وجود مشتل في أفعبت كان سيسهم في برامج التشجير والزراعة، لكنه قام بنفسه بإنتاج البذور لبعض الفواكه والخضروات التي ينميها. ودعا المناضل محمد سعيد المهنيين الزراعيين لتقديم الإرشاد والتنوير للدفع بالنشاط الزراعي في أفعبت التي تعتبر تربتها مناسبة لمختلف الأنواع الزراعية. بعد الفاصل سيداتي وسادتي أعود بالأخبار الخارجية. قتل ما لا يقل عن 19 عنصرا من الشرطة العسكرية ومدني في بوركينا فاسو إثر هجوم لمسلحين في المنطقة الشمالية الحدودية حسب ما أعلنت السلطات، مشيرة إلى أن الحصيلة مؤقتة. وأعلن وزير الأمن في بوركينا فاسو ماكسيم كوني عن مقتل ما لا يقل عن 19 من أفراد الشرطة العسكرية ومدني على يد مسلحين في المنطقة الشمالية الحدودية، حيث تقاتل الدولة الواقعة في غرب إفريقيا تمردا يشنه إسلاميون متشددون. وقال المسؤول بأن هذه الحصيلة تبقى غير نهائية، مشيرا في تصريح للتلفزيون الوطني. ووقع الهجوم الذي استهدف موقعا للشرطة العسكرية قرب منجم للذهاب في إناتا بعد يومين من هجوم آخر قتل فيه 7 من أفراد الشرطة قرب حدود النيجر ومالي. وتنشط الجماعات الجهادية المسلحة المرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية في منطقة الحدود الشمالية بين مالي وبوركينا فاسو والنيجر، حيث نشرت عدة دول بينها فرنسا وتشاد والنيجر ومالي وبوركينا فاسو مئات الجنود. دافعت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم عن غارة جوية نفذت في سوريا بتاريخ 18 من مارس 2019 في منطقة الباغوز وقتل فيها مدنيون، وقالت إنها كانت مشروعة، وذلك بعد أن أوردت صحيفة نيويورك تايمز أن الجيش الأمريكي تكتم على مقتل عشرات المدنيين جراء هذه الغارة. وأصدرت سنتكوم بيانا مفصلا بشأن الغارة، وأعلنت أن تحقيقا خلص إلى أنها دفاع مشروع عن النفس، وأن خطوات ملائمة اتخذت لاستبعاد فرضية وجود مدنيين. وأضافت أن تحقيقا فتح بعدما رجح تقرير عسكري مقتل مدنيين في الغارة، وأن التحقيق خلص إلى مقتل 16 عنصرا من تنظيم الدولة الإسلامية، إضافة إلى مقتل 4 مدنيين على الأقل. لقي شخص مصرعه وأصيب 2 آخران في إيران إثر هزات أرضية، إحداها كانت بقوة 6.4 درجات على مقياس ريختر، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن مدير مركز الطوارئ في محافظة هرمزكان الجنوبية مهرداد حسن زادة. وحسب وكالة الأنباء الإيرانية كان هناك زلزالين وهزة أخرى ارتدادية على الأقل شعر بها سكان عدد من المناطق في جنوب البلاد. وأبلغ مركز رصد الزلازل في جامعة طهران عن وقوع زلزال ثان بلغت شدته 6.3 درجات على مقياس ريختر بعد لحظات. وفي تحديث لاحق قال مركز رصد الزلازل الإيراني أن هزة ارتدادية بلغت شدتها 4 درجات على مقياس ريختر،
وقعت في ضواحي مدينة قلعة قاضي في هرمزغان. أدى حوالي 12 ألف موسيقي فنزويلي مقطوعة مارشسلاف لتشايكوفسكي سعيا لتحقيق رقم قياسي عالمي لأكبر أوركسترا في العالم، ومن المقرر أن تعلن النتيجة خلال الأيام المقبلة. وتجمع موسيقيو النظام الوطني لفرق الأوركسترا الشبابية في فنزويلا القادمون من كل أنحاء البلاد في باحة الأكاديمية العسكرية الفنزويلية في كاراكاس مع حلول الظلام على العاصمة. وأطلق المايسترو الراحل خوسيه أنطونيو أبرو هذا البرنامج العام المسمى إل سيستيما سنة 1975 بهدف جعل التربية الموسيقية متاحة لآلاف الأطفال المتحضرين من الطبقات الشعبية، وتم استنساخه في عشرات البلدان. واقتصر الحضور على جمهور محدود ضم في أعداده بعض الشخصيات بينهم نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز و260 مراقب من شركة KPMG مكلفة التأكد من احترام الشروط المطلوبة لمصادقة الرقم القياسي. ختاما سيداتي وسادتي لنشرة أخبار هذا المساء أعود فأذكر بعناوينها. استشهاد سكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة المناضل الأمين محمد سعيد. إصابة 8 مواطنين بفيروس كورونا اليوم. مستشفى بودايف العمومي يقدم خدمات مرضية. 20 قتيلا على الأقل في هجوم على كتيبة للدرك في شمال بوركينا فاسو. واشنطن تدافع عن غارة قتل فيها عشرات المدنيين بسوريا. ومصرع شخص وإصابة 2 في اعتزازات أرضية جنوب إيران. انتهت نشرة أخبار المساء قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.